العربية ملهاش حدود تاني مع إسرائيل، مع العلم عشان الناس اللي عارفاش إن في إسرائيل ليها حدود مع معبر في الأردن، وليها حدود مع لبنان، وليها حدود مع سوريا، وليها حدود في حتت كتيرة. ولكن مع كل قصف إسرائيلي مصر مصر مصر. أنا أقول لكم على حل من رجل صعيدي لجميع الدول العربية من المحيط إلى الخليج. إحنا كمصريين مستعدين ونخوض الحرب ضد إسرائيل وحديني بجنودنا واهلنا وناسنا. احنا الوحيدين اللي هنخوض الحرب، بس لينا شويه شروط ومطالب يا ريت تنفذوها، واوعدكم ان احنا هنحارب وحديني. الجند المصري بس هو اللي هيحارب. اول حاجه، اول ما ندخل الحرب جميع فلوسكم وارصدتكم في البنوك والبترول بتاعكم يبقى تحت رهننا وتصرفاتنا، وجميع الاسلحه والطيران والدبابات والمعدات تجيلنا على مصر ليه احنا هنحاربوا بيه، وانتوا هتبقوا في بيوتكم وبلدانكم في مأمن. بعد ما ننتصروا في الحرب، بعد ما ربنا يكرمنا وننتصروا في الحرب، بيوتنا ومحافظاتنا وقرانا هتتدمر من القصف الاسرائيلي. اول ما ربنا يكرمنا وننتصروا، في اغلبيه نص الشعب المصري هيموت مش مهم، ولكن هنطالبوا بتعويض لاسر الضحايا دولي من فلوسكم، والجبايه اللي هتاخدها منكم الغرب لحمايتكم هناخدوها، وهيكون لنا راتب شهري لاسر الضحايا دي مدى الحياه، وهيكون لنا نص حصة البترول اللي طالعة من أراضيكم، وكل دولة اقتصادها هناخده نصه. ليه نحن اللي هنحارب وحدينا، مفيش حد هيحارب معاني. إذا وافقتوا على شروطنا ومتطلباتني هندخل الحرب المصريين وحديهم، الجند المصري هو اللي هيقاتل. لو مش موافقين، في دولة في يعني طلعوا من عندكم دولة واختاروها هي اللي تقول أنا اللي هدخل الحارب، وإذا طلبت منينا عيالني إحنا هندفعوهم وحلوا عنيني. غير كده حدش يحكي معاني ولا يقولنا قضيه فلسطينيه. ما احنا مش هنحارب وحدينا ونموتوا واحنا شعبني نص الشعب تحت خط الفقر واقتصادنا واقع في الارض، واي دوله عربيه هتسلفنا قرشيا هتزلنا بيهم، هتقولوا احنا شحاتين وهتعايرونا بيهم. فخلاص خلونا نحارب وشروطنا نفذوها. يلا سلام عليكم.